ده ما فيش مستوى. والله. ايه ده؟ امال لو عملنا حاجات شعبولي هنعمل ايه؟ هحكم على بيبو ان هو مثلا دلوقتي يقص لنا على اغنيه شعبي مثلا. شكرا ليك على اجابتك. انا بقول بقى يا باشا، انت ما عملتش اجابه. ثواني يا باشا بعد اذنك، هتقول لي يا باشا يا صاحبي المانيا في جاردن سيتي في مش عارف في ايه ايوه قول. مردي انت بتقول كلام كبير قوي. يعني انت جاي اهزر يا جماعه، انتوا ما تهزروش. بتاع ربنا والله بتاع ربنا. لا يا باشا. دي ازاي دي؟ بتجيب الاسئله دي منين؟ من شات جي بي تي. ما تتكلمش معاه تاني. والله بيسوحك وهيخسرك صحاب. لا هو في شاعر اسمه ابو حاجه، ابو سليمان المعربي، ابو اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج طصه وشب. طصه يعني ايه يا بيبو؟ يعني اللي بيجاوب الإجابة بالضبط بياخد نقطتين. حلو. وشبر يعني ايه يا تنين؟ يعني لو جاوبت مثلا نقطه بتاخد لو هنعرف واحد الاجابه بياخد. انا هتقلك. ده يا عم ده الموسم التاني، احنا قربنا نخلص البرنامج. لا لو جاوبت انت مثلا قريب من نقطه بتاخد نقطه. انت واصل لك؟ يعني ما قالش حاجه. الشبر في حالة إن أنت قريب من الإجابة الصحيحة، أقرب حد للإجابة بتاخد نقطة، وأبعد واحد عن الإجابة بياخد بيتماينص، واللي في النص لا بيزيد ولا بيقل. كمان بقى في حاجة زيادة، في كروت، في كروت يا عم مجدي. الكروت دي بقى بتبقى زي وسائل مساعدة، بس زي ما بتفيدك ممكن تضرك، جميل. على حسب الكارت اسمه إيه وهيساعدك في إيه. فأنا دلوقتي هاجي أوزع الكروت. حلو. بص بقى يا عم مجدي الحتة دي، اللي معاه كارت اسمه صفي، حلو. الكارت ده بيقول يا بيبو والله وشك وش السعادة أقسم بالله. الكارت ده بيخلي صاحبه يتحكم في ترتيب الأشخاص اللي هتجاوب على السؤال الأول بشرط تحديد الترتيب بتاع الأشخاص بعد معرفة نوع السؤال وقبل ما يتقال السؤال. طب واحد يعني جواب مع ابتدائي؟ أنا قرايتها بطيئة يا أستاذ مجدي. يعني اللي بيطلع له الكارت ده هو مش بيتحكم في السؤال الأول بس، هو بيتحكم في مسار الأسئلة كلها مين يجاوب او الجرود اللي معانا يعلم بالله ربنا. بس قبل ما يعطي السؤال يقدر. انا معايا عين وشبر وعين حلو عين حلو عين. ودحرجه. هي مش الكروت دي لاول مره؟ لا مش لأول مرة، مش لأول مرة. اوكي. تمام. كروت دي لما بتتغير بتتفنط كل مره اللي مفيش منه. حلو. فكارت صفي معاه في الموزه بيخليك تتحكم في الترتيب، نقط بالهبل، بس لازم تستخدمه في القرار المناسب في الوقت المناسب. طب الكارت ده انا بستخدمه قبل ما انت تسال. تعرف الكاتيجوري بس ما تعرفش السؤال. حلو. بالظبط. منور الدنيا يا عم مجدي والله. حبيبي على باص. ضيف الحلقه. الله يخليك يا رب، ان شاء الله بالجاي مش هبقى ضيف. تبقى صاحب الصخر يا كده. اشتري المبنى ده. فاهم ده كده. باشا انت راس اللي زيها، انت احسن واحد يبيع كل حاجه الا الصحاب والمبادئ. على باص باص. يا انا الحنان ده فين ده؟ في سيران ولا هنا تسقب لبابي في سواد يا مريت. يا باشا الله ينور يا استاذ مؤمن. بسم الله ما شاء الله عليه. نبدا الحلقه. السؤال الاول تاريخ. مين هيجاوب يا بيبو؟ لا هجاوب انا الاول بعدين استاذ مجدي بعدين التنين. ماشي، الحلقه دي هتيجي على دماغي انا عارف. ماشي. في اي سنه تم اكتشاف امريكا على يد كريستوفر كولومبوس؟ 1900 لا والله ما اقصد 1753. 1753 بيبو. اجابتك عند مجدي؟ 1750. ايه المعلومات دي يا معلم؟ ايه الكلام ده؟ افاجئك انا بقى. 1942. 900 يعني يا 1492. 400 خلاص بقى 1492 يا 1942. هو مش فاكر الترتيب. اسمع اللي انا بقول لك عليه، يلا هتشوف وهتأدب لو ما طلعتش كده. كده انت قلت كل الارقام. لا هي كده 1900 1400، يا 92 يا 42. خد بالك استاذ مجدي هو السيلز هنا، يعني لازم تشتري منه يعني. هيشغلك خلاص، هيشوفك يا عم الرئيس. هتتراضى يا عم. النقطة هتروح لضيف الحلقة عم مجدي. الإجابة 1492.
قلت لك انا ايه 400 هي اصلا انا قلت لك 1492 يا 1942. انا بقول لك انت رتبت الاربع غير ده كده بقى ايه؟ ده كده يا باشا عشان اعرفك ان انا باجي اغش غلط. السؤال ده انا غشته غلط اسمع، يعني ما باجي اقول لك مثلا اغش حاجه دش يا باشا. كده النتيجه مجدي 1 بيبو 0 التنين -1. هي اللعبه دي فيها احكام؟ يعني لو اخدت نقطه ممكن احكم على حد بحاجه؟ لا 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 لا، ممكن نطور الموضوع ده بعد صح ممكن نطور على والله. كبير انت. صح ماشي. لو كنت هتحكم كنت هتحكم بايه؟ هحكم على بيبو ان هو مثلا دلوقتي يقصنا على اغنيه شعبي مثلا. يا سلام انا انا ارقص مش يرقص كده يرقص. لا 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 مايك ليس ايش ارقص باي شكل طب ايه هتنفذ يلا الحب دانس باشا يعني ايه القعده يعني القعده ممكن تبوظ والكاميرا والستاند وبتاع احترم في الآخر. عشان خاطرك في الاخر في الاخر ماشي. وانا هفكر له في الاغنيه. السؤال اللي جاي علوم. السؤال دي استخدم كارت صح؟ استخدم كارت ايه؟ بتاعها كده بقى ايه؟ الدحرجه صاحبي. الدحرجه بتقول ايه؟ الكارت ده بيخلي صاحبه لو هو اقرب اجابه يعني شبر ياخد 2 بونت كان نطس. بونت؟ ايه بوينت ماشي ماشي 2 بونت ماشي. طب العلوم هتقربها ازاي؟ ما اعرفش سيبه هو استخدمه بقى وخلاص. مين اللي هيجاوب الاول يا تمنين؟ انا اللي هجاوب الاول وبعد كده ميسز مجد. ماشي. السؤال بيقول ما هو الكوكب الملقب بتوأم الارض؟ الزهر. اجابه صحيحه ايوه قولها انت مكسوب تقولها قولها. اسمه ايه؟ الزهره صح. صح كده؟ طب احسبها له صح ولا ايه يا عم مجد؟ لازم نحسبها يعني لازم لازم صراحه. دي الحاجه الوحيده اللي غشها صح. ايوه الله ينور عليك. اطلق عليها دي. جو كان نفس الكارت من الاول وبتاع. اجابه صحيحه ارتصه للتنين. طب ما كده الكارت ضاع عليك. ما هو غبي انا ما اعرفش ايه اللي هو فيه ده. لا والله طب ما انا كده ايه ده؟ لا. السؤال اللي جاي رياض. انا ده كده كده. بعدين استاذ مجدي بعدين التيم بعدين ايه ده لو بقى فيها بعدين. ماشي يعني نشوف. السؤال بيقول مين المنتخب اللي فاز بكاس عالم 1994؟ 94 كان البرازيل في امريكا ضربات جزاء لما باجي بص خلاص كفايه كفايه لك ممكن تصدقينا والله تصدقينا. اجابه صحيحه وطاسه لبيبو. خلاص ده ما دام معاك الكارت ده تعرف انه اخذ الحلقه. ليه؟ بسبب الكوره. ليه ليه يا باشا ما تقولش كده انت هو مؤمن دلوقتي هيشتغل السؤال اللي جاي شعر. ماشي مراجعة. مين بعديها استاذ مجدي بعديها انت سايب نفسك في الاخر انت في الشعر. انا كده ما بفهمش في البتاع ده. مين الشاعر الذي قال البيت التالي اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر؟ جاوبت النيل. انت معاك 3 اختار واحد منهم. احمد شوقي. صح ادرس. احمد شوقي ده الشاعر المفضل. التليفون عندي كله احمد شوقي وامير قاسم والجامعه بيك. وامير عيد. مين امير اسم مش عارف النجم امير قاسم. امير عيد يا جماعه والله احمد شوقي غلط اصلا. هو مش احمد شوقي. السنه دي كانت جايه قبل كده. ايوه ما كانت جايه قبل كده ما كانش احمد شوقي. بس ما شاء الله السؤال ده اتكرر وجاوبوه برضه غلط. لا ما انا ما غلطات دي موارد. فهمش ماشي دورك يا استاذ مجدي يعني بيك نفسي للاخر. بص ده نمس. انا كنت اقول احمد شوقي برضه بصراحه مش عارف ممكن اقول ايه. طب قول لي اسامي شعراء تانيين. في المتنبي مرؤ يا القيم. ابني الناس دي اكيد ناس كبيره خالص. اسمه ايه اللي انت بتقوله عليه ده اللي هو القديم ده؟ عمرو اللوسي. عمرو ام كلثوم. الناس دي قديمه يا عم مجدي سيبك منه مش دول ده راجل جديد. راجل مدير تعيمه يعني. امير تعايم. انا اجدد من كده. خلاص انت كده تمام. انت كده جاوبت. ماشي. جاوب يا بيبو. والله كان مع محمود سامي البارودي. ده مين شرطه؟ محمود سامي البارودي. لا ما هو كان شاعر. هو كان وزير الحربيه بس كان شاعر برضه. ما رحناش بعيد يعني يا مين شرطه. يعني والله انا شايف في نفس المجال يعني. انا فكرتها احمد شوقي فعلا.
الإجابة أبو القاسم الشابي. تصدق بالله السؤال ده انا جاوبته كوسه قبل كده، فاكر؟ حصل. والله ده السؤال بقى افتكرت كده. عشان انتوا ما بتذاكروش. والله. وفي منها ميزه. لا في مراجعات وامتحانات في نادي امتحان مادي وفي أسئلة أول طلبة. الدنيا شغالة معانا يعني الحمد لله. مربوحه يعني. الحمد لله. والسؤال اللي جاي ده مراجعة وجاوبوا لي إجابات بعيدة كل البعد، فبالله عليكم انصفوا لي المرة دي. السؤال اللي جاي تاريخ. مين ماشي، هيجاوب؟ جاوب انا الاول، بعدين استاذ مجدي، بعدين التاني. في أي سنة تأسست الدولة الأموية؟ مش ده السؤال، مش هتعرف. ده جه 6000 مره. الأموية المرة اللي فاتت جاوبوه غلط كل البعد. باين على وشهم. المشكلة الأموية دي جت كذا مرة وما فيش برضه، ما فيش فايدة والله. سعد زغلول قال 900 ميلادي، 900 ميلادية. يعني حوالي 300 وشويه هجريا، 400 وشويه. هي الدولة الأموية دي مين اللي أسسها؟ قلت لك برضو المرة اللي فاتت معاوية بن أبي سفيان وجاوبتها غلط. بتسأل تاني ليه؟ ماشي. انا قلت 900 صح؟ 700 كده. 700 إيه؟ يعني في ال 700 وحته. ميلاديا؟ اه 700 وكام مثلا؟ يعني و40 مثلا. 740. تنين إجابتك؟ هكسبها. هتضايق قوي لو جبت جيت عليها على الاقل بالشهر. هتبقى صاحبي 1100. لا لا الا الله. 1100 ميلاديا. كان تليفون جميل ده خلي بالك. الدمعة صح؟ استمع. أنت والله ما في فايدة فيك. النقطة هتروح لضيف الحلقة عم مجدي. يا نهار اسود، يا نهار اسود. والله عيب قوي. بسم الله الصلاة والسلام ما شاء الله. الإجابة الصحيحة 661 ميلاديا و41 هجرية. بالله عليكم اعرفوها. تمام. 661 ده يعني 631. 661. 661. هي النقط كام كده؟ كده عم مجدي 2 بيبو 2 والتنين بقى 0. كلام على سكور. كويس قوي قوي قوي. لان انت لسه متماينس، انت كنت بوينت وتماينس. المفروض الحكم هو اللي بيصححنا. صح على كمل. الحلقات دي بعد رمضان يا جدعان ما تفضحناش. صح الحلقه دي هتتذاع بعد رمضان. انا ما حدش السؤال اللي جاي علوم. ماشي هجاوب انا الاول، بعدين استاذ مجدي برضه مش وبعد كارفه كاتنين سايبك في الاخر خلي بالك. يا باشا الحلقه دي بتاعتك كتير حظ بيه. حتى انا ما ذاكرتش. انا عامل حسابي وما ذاكرتش. السؤال بيقول ما هو الغاز الذي تعتمد عليه النباتات في عمليه البناء الضوئي؟ ثاني اكسيد الكربون. إجابة صحيحة. اتصل بيبو بنقطتين. السنة التانية ابتدائي دي. يعني ده سؤال 5 ابتدائي خالص يعني، وينفع تانية ابتدائي والله يمشي. السؤال اللي جاي رياضة. خش تديله استاذ جاب انا الاول. هو ابن صاحب اللعبة. ما هو معاه كارت صح بيخليه يتحكم في ترتيب اللعب. ماشية بالحب يعني. طب استنى، ماشيه هغير الترتيب. لا ماشي استاذ غير مجدي. الترتيب، خلي التنين الاول يا عم، اديله استاذ مجدي بعدين. عشان يتنجم علينا. ايوه هو فعلا هيتنجم عليه. لا. السؤال بيقول مين اكتر لاعب سجل اهداف في تاريخ كاس العالم؟ اكتر لاعب سجل اهداف في تاريخ كاس العالم؟ هو اكتر لاعب سجل اهداف في العالم كريستيانو رونالدو صح. في تاريخ كاس العالم. شكرا ليك على اجابتك. انا بقول بقى يا باشا انت ما عملتش اجابه. ثواني يا باشا بعد اذنك. هتقول لي يا باشا يا صاحبي انت كده غلط. عم مجدي. انت لما بتهمشه بتقتلني ضحك والله ما بهزر. عم ميسي للاسف برضه غلط. ميسي وصل للهدف ال 13 في اخر كاس عالم، وبيليه كان 10. تمام. الهدام التاريخي، كتاب تاريخ اتفتح. الهدام التاريخي لكاس العالم كتب صفحة جديدة في كاس عالم 2014 في ماتش ألمانيا والبرازيل. كان ميروسلاف كلوزا برضو اللي أنا جاوبت في الحلقات اللي فاتت. فميروسلاف كلوزا هو الهداف التاريخي لكاس العالم ب 16 بطولة. ده مذاكر قوي. ذاكر قوي. انت ايه الدماغ دي؟ انت بتحلق فين؟ يا ابني تعبتنا. كده النتيجة بيبو 6 عم مجدي 2
التنين 0. يعني من غير ما اعرف السؤال ومن غير ما حد يستخدم كروت انا هدي السؤال ده للتنين وبعدين استاذ مجدي بعد. يعني عايز ماشي. السؤال اللي جاي شعر. الحمد لله. مدرسته. السؤال بيقول: مين الشاعر الجاهلي صاحب معلقة لخولة أطلال ببركة سهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد؟ كباقي الوشم يعني وقوفا بها صاحبي علي مطية هم يقولون لا تهلك أسا وتجلى. عايز ان انا بقى اجاوب كل ده؟ ليه عليك انت حافظ كل تسبيح؟ لا عادي. هو كان في العصر الجاهلي يا صاحبي؟ ما انا قايل في السؤال مين الشاعر الجاهلي، انت بتشغل دماغك. هيبقى المتنبي. بقول لك جاهلي. يبقى عنتر بن شداد. اقعد بقى وصف بقى. اقعد بقى عم مجدي. عم انت خليت فيها عم مجدي، انت بس قول لي عم ضياء يبتت بس. مردي. انت بتقول كلام كبير قوي. يعني انت جاي اهزر يا جماعه، انتوا ما تهزروش يا مالك. انت قد الدنيا هتجيبها. قد الدنيا يا معلم، انا عايز استخدم حيك تكتسي. اسمع غلط ما ينفعش. معلش. سألت السؤال. طب انا مش عارف بصراحه. لازم تقول لي شاعر جاهلي كده. ايه؟ يلا اي ايه اللي قول لي اختيارات طيب. ما هو مش هينفع لان الاختيارات دي كارت بيخليك. طب قول لي اختيارات في نفس الفتره، مش هو مش منهم وانا هجيب. ماشي يا مامي ماشي عديها مو. استاذ مجدي برضه لازم شويه قول له انت تنين، يعني الوسائل المساعده دي ممكن تيجي من وسائل المساعده. انا عن نفسي والله العظيم لو قول له مين الشعراء الجاهليين اللي انت وصل لي. لو الدور وصل لي كنت هقول مثلا امرؤ القيس. ده شاعر جاهلي فعلا. عندك شعراء جاهليين تانيين يا تنين تعرفهم؟ هقول لك انا. ايوه قول. هو في واحد انت كنت قايل عليه اللي هو ابو زهره العباسي ابو حاجه كده. حبت والله ما في الكلام ده، يا ما فيش حاجه قريبه للكلام ده. هو مفيش ابو زهره؟ لا يا صاحبي ما فيش. وزاره لازم انتخابات دلوقتي. بجد والله هتحبسونا يا جدعان. لا هو في شاعر اسمه ابو حاجه. ابو سليمان المعربي. تسعد والعفان. التاني اسمه ابو العلاء المعربي. ابو علاء المعربي. ابو علاء ده اكتف ده. امال ايه يا جدعان؟ شوقتنا يا عم تقول لنا مين؟ يا عم مجدي ما عندكش اجابه كده؟ ما جيتش. ما جيتش. بيبو. امرؤ القيس بقى. امرؤ القيس. ما عنديش حاجه غير كده. الاجابه الشاعر طرفه ابن العبد. ده حلو قوي. حلو قوي. ماشي عرفنا اسم شاعر جديد عشان ما رجعوا يقولوا لي تابي تاباك. انت بالنسبه لك ده مش اسمه العقد، ده في الكلب. اسمه ايه؟ ابو طرفه المعري والله عارف ان انا لو سالته اسم الشاعر ما هيجاوب. خلاص اسمه ايه الشاعر؟ ابو طرفه العبد صح. ابن العبد. ابو طرفه ابن العبد. طرفه ابن العبد. مفيش ابو. طرفه ابن العبد. قريب ياسمين العبد ده اسمها ياسمين العبد. السؤال اللي جاي تاريخ. ماشي. ترتيبك التنين بعدين استاذ مجدي بعدين. ماشي. في اي سنه تم فتح الاندلس على ايد طارق ابن زياد؟ انت عايزها هجريه؟ عايزها هجريه. هجريه. او ميلاديه. كانت فارقه هي كده كده العبد رايح. هي اقول لكم معلومه برضو. اه في عهد الدوله الامويه. يبقى كده هتبقى 45 هجريه. ال 45 انت في 46 ايه ده؟ 45 كده. الله صفرة صح. بس يعني 45 هجريه يعني. ماشي يا عم مجدي اجابتك يعني في 400 في 300 كده. هجريا. هجوية. يعني نقول كام بالظبط؟ اديني رقم دقيق. يعني ب 400 400 وحت. 420. يلا 430. 430. يلا يا عم بيبو. ان شاء الله حد عاوز. والله هو ممكن يكون سنه مثلا 100 هجريه لان احنا لو حسبناها كسبتن. لو حسبناها انت قلت الدوله الامويه ب 631. هتفضل تشرح لي؟ ما هقول لك هتشرح لي؟ 631. ما تشرحش، خد نقطه يا بيبو. الله يخليك. بالله عليك. الله يخليك. ما مش حسابات. 100 او قبلها ب 400. لا احنا قلنا 600 ميلاديا، قلنا 661. يا باشا وانا قلت هجريا 43. ماشي. ده هي بقى 92. انا قلت 100. 92 يا هجري. نهار اسود. هو اللي فكده بيبو هياخد نقطة هيبقى 7. التنين زي ما هو. عم مجدي هياخد ماينس هيبقى 1.
يلا ده انتوا بتصعبوها علينا. ماينسك هو كده ما يتحلش في الجيم. لا ده سيبوه، ده مقدور عليه، سيب لي ده بقى. السؤال اللي جاي جغرافيا ومراجعه. بيستخدموكوا في أستاذ مجدي؟ مجدي، بعدين التنين، بعدين انا، واستاذ مجدي شايفه عايز يستخدم كارت يعني. الجغرافيا دي كانت سنه رابعه بتاعت الجبال والمحيطات وكده. لا الحاجات للاسف مش هقول لك عاصمه. صح عاصمه. عاصمه. استخدم انا كارت صح. ما انا مش فاهمكوا، انا لو فاهمكوا. بص الكارت ده، واحنا كام كده؟ انت كام يا بيبو؟ والله ما عارف. بيبو كام؟ طبعا كده بيبو 7. طب وانت طلع عنا انت 0 وعم مجدي 1. انا هستخدم كارت صاحبي اللي هو بيقسم بالتساوي. الكارت ده خلي بالك في مصلحتنا وانت. بالحب. لازم نجاوب. الكارت ده لو جاوب صح الاجابه الصحيحه بنجمع كل النقاط ونقسمهم على اللاعبين بالتساوي صح. يلا بينا. بالحب. حلو بالحب. 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 كده مين هيجاوب على السؤال ده الاول يا تنين؟ انا اللي هجاوب صح. ماشي. حاول تساعده بقى عم مجدي ان هو يجاوب على السؤال ده. يا باشا ان شاء الله بعون الله من غير وسائل مساعده. خطفت الواد ده احنا لسه. ممكن. انا هغششه عشان الحلقه طب تستبسل. صلي على النبي. انا هجاوب السؤال ده صورة. لا انت هتعرفه ولا هو هيعرفه. انا مش هعرفه. طب صلي على النبي. سؤال مراجعه وانتم ما جاوبتوهوش المره اللي فاتت. السؤال بيقول ما هي عاصمه دوله الدنمارك؟ ايه ده؟ انا عارفها وانا اللي مجاوبها. انت ما جاوبتهاش المره اللي فاتت. اقسم بالله ما جت اصلا. الدنمارك ما جاتش. جاتشو. طلع اقسم غلط. بالله صح. هتعرف تجاوبها؟ اقسم بالله صح. جاوب. كوفنهاجن. اقسم. كوبنهاجن. مرة حمد إجابة كوبنهاجن. صح كده؟ خلاص اتوزع النقط خلاص يا باشا الاجابه صحيحه. وكده اقسم بالله عارفها. ما جاتش قبل كده والله. لا جت قبل اللي كده. جاء ايسلندا واللي جاء ايرلندا واللي جاء لا جت السويد. جت بس بس ما جت. جاتش الدنمارك. يا عم جت. ما جاتش الدنمارك. في سنه كام؟ جت واللي ما جاوبتوهاش. استنى والله برافو عليك ده. ظبط عاوز تلاقي. كده احنا هنجمع النقط دي هيبقوا 8 ونقطه من عندي يبقوا 9 3. وتقسموا على الثلاثه فكل واحد هيبقى 3 3 طب وات 3. الله ينور الله يوفقك. انتقالات. ايه من لسه قايل لكم هناك. ما احنا كده قسم كده الكروت بالتساوي. ماشي يا باشا. ماشي يا باشا. السؤال اللي جاي مش عايزين نتماينس بقى. علوم وحش كده. ومراجعه وما عرفتهوش المره اللي فاتت بس انتوا هتعرفوه المره انا دي. حاسس ان انا مقصر ان انا ما جيتش معاكم المره باشا يبقى مستر مستر مجدي. حاجه مفاجاه. يبقى مستر مجدي بعدين التنين بعدين أنا. ماشي. ربنا يكرمك. اللي هي الاوتو جي الميه والكلام ده. السؤال بيقول لك عاصمة الموت. بقى اللي هي يا عم ركز يا عم. ما هو المعدن السائل في درجه حراره الغرفه؟ يا نهار ابيض. مش انت اللي هتجاوب الاول. المعدن السائل في درجه حراره الغرفه. الراجل النسوان. ايه؟ الراجل المنسوي. سهل كده. مش الناس معادن. طيب يبقى الراجل منسود. الله ينور عليك. اللي رايح لمون. لا الله يبارك. يعني بص لو التنين جاوبها وخد نقطتين مستر مجدي لازم ياخد نقطه على الاجابه دي والله يا سيدي. الصراحه ده بقى كده اشتغل في السيلز. سيجور. ده كده اترمى عليه السيلز بقى. التنين اجابتك مش محتاجه يعني ازاي بقى صاحبك. ده انا لسه سامع الحلقه من شويه. يعني انا والله لو كنت جوه في الحلقه دي مع الحلقات. مش ما هو انت لو كنت مركز معايا بقى كان زمانك جاوبتها. انا لو الزئبق اجابه صحيحه تصل التنين والتنين يتصدر الحلقه ب5 نقاط. التنين تصدق. ايه رايك؟ ماشي. ما تمشيش الراجل المنسون. هي لو ما كانوش جاوبوها كنت ماشي. انا رايي تديله نقطه. وانا رايي تديله نقطه. اجابه جماعيه صح. طيب مش انت اللي اقترحت الموضوع ده؟ مش عارف. نقسم نقطه من دي ونديها لعم شغله واحد يا باشا. شغله في بيتك يعني. انا والله قلبتها. كده مجدي بقى 4 وبيبو بقى 2. جميل. انا راضي بصراحه. وانا عمرو. وده بيبو يلا بيه. بس متعوضه. السؤال اللي جاي تصل. يا نهار اسود. ما تقوليش رياضه. رياض طريق ولا ايه؟ كارت التسقيط
الكارت ده بيخلي صاحبه ياخد 4 بوينت لو جاوب صح وينقص 3 لو جاوب غلط. ان شاء الله. هيجاوب. يا واد فيديو بالظالمين بالظالمين. السؤال بيقول مين اللاعب اللي سجل هدف فوز اسبانيا في نهائي كاس العالم 2010؟ طب صعبها عليا شويه. صعبها يا عم، وبيقول لك صعبها. كان مكسح اللاعب. اندريس انيستا. الاجابه دي صحيحه يا عم مجدي؟ صح. صحيحه تنين. صح. ياخد 4 نقط. بيبو بياخد 4 نقط وبيبقى 6، والتنين 5، وعم مجدي 4. ما حرفيا جالي احسن، كله بقى. جالي احسن 3 كروت. اي جالي احسن 3 كروت دي اجمل مره في حياتي هاخد فيها كروت. طبعا مش انا موجود. اكيد انا يعني. لا يا استاذ مجدي، انت ان شاء الله تكسب الحلقه دي ان شاء الله. شبع على الله ثم على عبد الله الجبار. كده انا 6 والتنين 5 ومستر مجدي 4 صح؟ مظبوط. السؤال اللي جاي شعر. ماشي، يبقى التنين طبعا. بعدين معبوط. بعدين انا معبوط. بعدين انا يا عم ده رجولي والله. السؤال ده جه قبل كده، برضو مش هيعرفوه. انا مقصر. انا حاسس الحلقه كلها جت قبل كده. حاسس الحلقه كلها جت قبل كده. بس اسئله مش برضه ما بتعرفوهاش. ده دليل على النباهه مش دي الاسئله الجديده اللي بتعرفوها. ما هو انا مش هعرف انا. مين الشاعر الملقب برهين المحبسين؟ والمصحف ما جت قبل كده. جت لي. ايوه لا ما جاتش. والله ما جت. ما كانش في حد سوابق. والله ما جت قبل كده. اديك قلت على سؤالين جوه قبل كده. ده سين يا عيل. ده يا عم انت جاي معاك بايه؟ شايف الناس اللي قاعده قدامك ناس؟ غير السؤال بعد اذنك. اما يناسك ننزل تحت اقرب الدنيا معاك. والله العظيم انا مش متخيل. جاوب يلا تنين اجابتك. ما اعرفش. واكيد كده شاعر جاهلي صح؟ لا مش جاهز. اسمه ايه؟ ايه المحدثين؟ رهين المحبسين. المحبسين. بصيت ابو علاء المعرة صاحب. بقول لك هو بيقول المعاوي يا صاحبي تحسها كلمه على بعض. انا كنت اقول واحد تاني والمعرف الناس على بعضها. عم مجدي مش محتاجين اجابتك، والعلاء المعري اجابه صحيحه. بتاع ربنا والله بتاع ربنا. دي ازاي دي؟ ازاي؟ هنعمل ايه؟ يا نهار اسود. كفايه واحده كده تحت الترعه عشان انت فاهم. ما هو انت خلي بالك زي ما ليك في الكوره انا ليا في الشعر برضه. ما تجيش معاك ان انت عارف كل حاجه ولا يا باشا مؤمن. الله ينور عليك يا تنين، الله ينور عليك ما شاء الله والله. احنا عايزين كده اي حاجه للاستاذ مجدي انت فاهم. السؤال اللي جاي ده تاريخ. عايز تستخدم كده. انا جيت غلط. قريتهم طيب. قفزتهم بس ما عرفتهمش يعني. بص ده بيقول لك ايه؟ عليك وعلى البلي. ماشي. حلو. الكارت ده بيخلي صاحبه لو جاوب صح ياخد 2 بوينت هتاخد كده 2 بوينت لو من كل لاعب. لو جاوبت. وانا ما اقدرش اجي عليكم بصراحه. يا باشا لو جاوبت انا على الاقل جاوب. ولو جاوبت غلط بيتاخد منه بوينت وتروح للشخص اللي جاوب. انت لو جاوبت واحده اللي هي قريبه اللي هي شبر اللي هي المفروض بواحد بونت تاخد 2 كده هاخد 4 بقى. يلا بينا يا صاحبي عليك وعلى البلي. خليها على حاجه حلوه. ماشي. يعني لو جاوبت ياخد 2 بوينت من كل لاعب. انا ما ينفعش اجي عليهم بس ماشي. السؤال ده في التاريخ. السؤال بيقول في أي سنة قامت الثورة الروسية البلشفية؟ الثورة البلشفية. انت عم مجدي. ايه ده انت؟ طب ما تدينا رينج من هنا لهنا مثلا من فوق لتحت. يا حبه يمين حبه شمال يعني بعد الخمسينات. بص هي الثورة دي اللي أطاحت بالإمبراطور وقام بيها الرفيق لينين. الرفيق مش الرفيق لينين. كنت معاه؟ لا هم رفقاء لينين وستالين. الاخر دي اللي انتهت بسقوط الاتحاد السوفيتي ولا ده بيتهيألي؟ لا ماشي. طب هسألك سؤال في 1700. لا مفيش كده. مفيش كده. بص انا كده قربتها لك ان هي اسقطت الامبراطور. لو انت تعرف لينين ستالين. طب ما انت طب ما انت كده بتقرب الدنيا خالص يعني مين ما يعرفش. ما قال لي ده مش هتشتغل كده. دي توصل يعني. دول الرفقاء.
الشيوعية يعني شوية شيوعية 1700 أقدم 1000 أجدد بيقول لك اطلع فوق. خربت الدنيا. 1900 1900. مين بعدك يا مستر مان؟ مين بعدك يا عم مستر مان؟ الحويف. خش يا مارادونا في جاوة مش أنا هقول 1900 و30. إن شاء الله تطلع غلط. 1930. دي مين إجابتك؟ خش يا 1930 وحضرتك قلت كام؟ 1900 يبقى خلينا 1915. جدع. بيلعب على الوين جيم. ده باص على السلم. يبقى دي ممكن بعد الحرب العالمية الأولى، يبقى هما الاثنين أقرب اثنين أصلا. ما تفاجئنيش بقى وتقول لي طس. جماعة الثورة دي أطاحت بالإمبراطور أثناء الحرب العالمية الأولى في 1917. النقطة بتروح للتنين. بس أنا ما بتمينصش. للأسف مستر مجدي أنا يا صاحبي أنا. ما هو كده هيتاخد منه نقطة وهتروح للتنين. يلا الحمد لله أنا باضي. فكده التنين بقى 8، ما شاء الله. بيبو 6، عم مجدي 3. لا حول. قول عم ضياء قلت لك فهمك إيه بقى. ماشي يا عم ضياء. تكرت انت على ايه الفساح انا ده من الجنة يبقى نفسه اللي فوق سكون. لا ده خليه ده دلوقتي. ده في الآخر خالص ده. ده حاجة ناخد منكم الأرقام كلها. السؤال اللي جاي شعر. يا خبر اسود. لا ده دول. فاضل كام سؤال؟ حبة حلوين. حبة حلوين. ايه ماشي. 5 6 كده. طب يعني لما يبقى فاضل 2 قول لي هملطهم. ماشي. ده لو انا فاهم الكروت صح. لا انت فاهمها صح، بس يا رب السؤال يجي صح. كارت اسمه الموزة من اللي مفيش منه. والله. السؤال ده شعر، مين هيجاوب عليه الأول؟ مع الشعر. ما يبقى أكيد التنين، وبعد كده مين؟ مستر مجدي بعدين أنا. ماشي. السؤال ده تقريبا الشعر ده انتوا ما جاوبتوش عليه قبل كده، فحاولوا ما تهبدوش، حاولوا تألفوا شعر جديد. السؤال بيقول مين الشاعر العباسي المعروف بكثرة الهجاء؟ 1 hour later. كسرة الهجاء. بتجيب الاسئله دي منين؟ من شات جي بي تي. ما تتكلمش معاه تاني. حاضر. والله بيسوحك وهيخسرك صحاب. والله اسمع مني. خلاص انا هخصمه خلاص. الشعر اللي يا صاحبي الشاعر المعروف بكثرة الهجاء، يعني كان بيمسك الناس كده تنين يديهم عال، فاهم؟ يقول له انت ابن كذا وابوك كذا وعامل كذا وبينمرهم يعني. الشعر ده ابو علاء القحطاني. برضه القحطاني. هو انت ايه حكايه ابو علاء معاك؟ ما هو حاجه زي كده، ما انت قلت لي شعر قديم، والقحطاني ده قديم صح؟ القحطاني ده جديد. والله هو قال لي في الاسم ده دلوقتي عشان قلت له اسم ما جاش قبل كده. مين اللي بعده؟ مستر مجدي. لا انا مش عارف. اديني اسم شاعر. اديك انت اصلا مش عارف اقول اللي انت قلته تاني. هديك اسم شعر ايه؟ لا انا خلي بالك انا انت بتقول انا هو على فكره يعني هو بين الشعر، انت بتبتدي السؤال، هو بين السؤال انا بركزش مع السؤال. الدولة العباسية. هو شعر ولا اساسي؟ الشعر جه في دماغي هوني صح. صعبش علينا. اجابتك يا بيبو؟ المتنبي. اقول لا. طب انا هقول لكم على حاجه. لا. اقول لكم على حاجه بما ان انتوا الثلاثه ما جاوبتوش عليه. لا لا لسه خليه كده. يا عمرو عمرو دياب. عمرو من حسين. اقعد بقى واسكت بقى اسمع الصوت. انت خليك بعد ابو علاء القحطاني. الشاعر ده كان داخل في منافسه شرسه مع شاعر تاني اسمه الفرزدق. انا عارف الفرس بس ماشي. الشاعر التاني بقى اللي هو كان بينافسه زي الاهلي والزمالك كده. الخليل. لا خليلي. كريم. اجابتك يا دابو؟ طب اقول لك حاجه، قول لي كده الغي اجابات السؤال ده. الجويوس. قول لي اول حرفين كده. قول لي اول حرف الجيم. جويو. ليه قولها كده تاني يا عم مجدي؟ مشيها بقى. اتفرج عليها في العاده. حرف الجيم ابعتها للصحاب وكده بس اديني زيطه. صعبه ما اعرفهاش. انا بقول اقرب حروف عشان انا الدغ، انما انا لو بقول صح كان زمان. يا جماعه صح، هو كده عم مجدي كان بيقولها صح. بس انا الدغ اعمل ايه؟ يا باشا اعتمد بقى على امر ربنا. معلقه عند اقسم بالله يعني ده بقى تشوف الشغل عندك بمرتب محترم على اللي هو بيعمله ده. اللي بيعمله ده خلي بالك ما ياخدش اي فلوس. ماشي ده نور عليك. انت لو تنفع معاك كنت خدك. انت حلو قوي خلي بالك.
كده عم مجدي هياخد نقطة واحدة. يلا الحمد لله. ماشي ماشي هنطمع رضا. ماشي يا باشا. السؤال اللي جاي جغرافيا. تجلونت كل الرياضة، بس ماشي اجاوب انا الاول وبعدين التنين وبعدين مستر مجدي بقى. ما هي أكبر جزيرة في العالم؟ لسه ماسكينها من كام يوم. سيبه بقى عم مجدي. اطول جزيره في العالم. اطول ازاي؟ أنا أطول قصدي بقى أكبر جزيرة. هيقول لي أكبر إزاي بقى ومن حيث إيه بقى ويخش لي بقى. انا خلاص انا اخش على بقول لك ايه، طب جمال قول له لونج ايلاند. انا في حاجه كده في دماغي عايز اقولها بس هي دي. ولا لا. جاوب يلا بيبو. صقلية. حبيبة صقلية. مين اللي بعدك؟ اطول جزيره. يا ابني مفيش حاجه اسمها اطول جزيره. اكبر جزيره. اكبر جزيره. الجزيره اللي كان فيها احمد السقا صح. بقول لك ايه اللي اتنفى فيها اسمه ايه ده عبابي. جزيره الشيطان عارفها. ايوه اللي كان فيها الكنز بتاع عادل امام. مفيش واتساب هنا كده. مالطا هي اللي مش مالطا، لا مش بإجابتك يا عم مجدي هنا ولا معاك هنا ولا اعمل اي حاجه. اللي ترامب كان عامل عليها مشاكل. ايوه هي لانه سافير. امال ايه يا جدعان مش زي بير مسعود. لا ما في جزيره اسمها بير مسعود. إجابتك يا عم مجدي. اديله جزيره المالون. انا كده عدن. ايه انت مفيش حاجه اسمها كده. الإجابة الصحيحة جزيرة جرينلاند. يا ريتني كنت قلت. خلي بالك السؤال ده اتقلب لك. يا ريتني. دي جرينلاند اللي في القاهره جنب دريم بارك. دي الجبنه. جرينلاند دي جبنه. لا وفي جرينلاند في مدينه ملاهي دي في نيوزيلندا دي. يا باشا وفي جرينلاند مدينه ملاهي تتقدم معايا. انت بتتقدم مع هتقدم مين طيب؟ لا انا يعني خش معايا في منافسه كده في اي حاجه كده 50 وصفر 500. حاضر. السؤال اللي جاي شعر. الشعر بتاعنا. مين هيجاوب يا بيبو؟ يا عم اجاوب انا جاوب انت وبعد كده مين؟ وبعدين مستر مجدي وبعدين التنين اللي هخليه في الاخر. ماشي. مين الشاعر اللي قال ألا لا يجهلن أحدا علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين؟ نجهل. هو انت مش بتقرا، مش انت بتقول الكلام ده، انت كان ليه؟ المتنبي. يعني ايه اصلا؟ لو قلتها 10 مرات ألا لا يجهلن أحدا علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هم دول بقى الجاهلين. بالظبط. لا ما احنا بقى هنجهل المتنبي. المتنبي. الشاعر مين اللي بعده؟ احمد شوقي. هو قال أحمد شوقي. أنت إجابتك إيه؟ أنت بقى اديني إجابتك. انا اللي في الاخر بقى. امرؤ القيس. انت ما قلتش ابو علاء بقالك شويه. وربنا لو طلعت صح. لا هو مش امرؤ القيس بس هو واحد قريبه يعني حد من نفس الفترة بتاعته. عمرو ام كلثوم. هو ده. احلف بالله. هو ده والله. هو في واحد اسمه عمرو ام كلثوم اصلا؟ عمرو ابن كلثوم. امال ايه ده؟ لو عارف يعني كده اصلا. عمرو ابن كلثوم التغلبية. كده يا جماعة استأذنكم التنين هياخد نقطة لأن هو أقرب راجل يا باشا اكيد. هو كام بس كده. كده النتيجة مجدي 4 بيبو 6 التنين 9. يلا بينا. ازاي طيب؟ لو جاي في تحدي انت مش قد سبوة للكلام. السؤال اللي جاي يا جدعان رياضة ده. يا ساتر. ينفع هو يحط وانا احط؟ صدق. خلاص ما هو استخدم الكارت. ماشي. الكارت ده بيخلي صاحب الكارت ياخد ضعف الرقم اللي هياخده من السؤال. خلاص هو خد. لا خلصت. ماشي. مش عارف اقول السؤال ولا ما اقولوش والله. مين المنتخب اللي فاز بكاس عالم 1978؟ يبان ان السؤال صعب. 8. طب سيبنا نتكلم طيب. اتفضل اتكلم. المانيا في جاردن سيتي في مش عارف بايه. ايوه قول. 78. بعد الحرب على طول. طب خلاص هجاوب على طول من غير اي حنكه لا جاوب بحنكة. تعرف معلومات؟ اجاوب بحنكه يعني؟ جاوب بحنكة حبيبي. يا باشا مش هجاوب بحنكه خلاص. خلاص والله دي كانت النجمه الاولى للارجنتين وبس كده. ما قلتش مين اللي جاب الاجوان. ما قلت ما كملتش الترتيب. وقال اسامي المشجعين. هو مش عارف. فاهم السيد الرئيس
يعني عارف بس خلاص بقى خلاص. بس احنا بننام خلاص انا مركز تركيز فول تركيز دلوقتي. انت كده بقى كام؟ انا كده بيبو إجابة صحيحة بنقطتين وبياخد الضعف فبيبقى 4 نقاط فبيوصل ل10. عشان بص جنين وعم مجدي 4 والتنين 9. خلي بالك محدش ياخدها غيرك بالكابتن. يلا بينا. والسؤال اللي جاي العبوسه بقى، عارف العبوسه؟ العبوسه ده بيقول لك ايه؟ ده بيخلي صاحبه لو جاوب يبقى نفس نقاط اعلى سكور في اللعبه وقت السؤال. حلو. يلا بينا. انت لازم تجاوب. مين هيجاوب بعدك لو حصل لا قدر الله وجاوبت غلط؟ انت وبعد كده بس وان شاء الله. السؤال بيقول في أي سنة حدثت الثورة الأمريكية؟ تعالى كده ولا كده بالسؤال ولا اطلع فوق ولا الثورة الأمريكية كانت في عصر مين طيب؟ دي اللي مؤسسة دولة أمريكا الديمقراطية اللي بتتكون من الرؤساء الحاليين. يعني في كام رئيس أمريكي؟ تمام؟ نرجع لأول رئيس أمريكي نشوف الثورة كانت ماشية ازاي زمان يعني ما فترة حلوة. 1500 مثلا؟ لا يعني احنا ما بنقولش أقرب من كده فخلاص يعني ما 1700 400 طيب؟ يعني مش هديك إجابة يعني عشان برضو ما ينفعش مع الأزمة أنا بقول 1700 و50 و5 أيوه 1750. و5 مين اللي هيجاوب بعدك؟ بيبو. هو لقطها يعني انا هقول 1700 1725. لو زودت تمام. تنين إجابتك 1756. 1756. منك لله ضيعت الكارت على مجدي. الإجابة الصحيحة 1776. يا نهار اسود انا هتماينس. ما انت كده لازم تتماينس. فكده 9 خلي بالك. بيبو هيبقى 9. لا يا حبيبي ما هو التانيين هيبقى 10 بقى. ليه؟ أقرب واحد للإجابة. وعم مجدي 4 كما هو. احنا عايزين نعمله معاك اي حاجه، خلي بالك. يا رب. ربنا هيعمل معايا دلوقتي. فاضل كام سؤال؟ فاضل 3 أسئلة. يا رب يا رب انا ما كسبتش ليها كتير يا رب. مين السؤال اللي جاي شعر. مين هيجاوب؟ بتاع الشعر. انا ما اكيد يعني ان شاء الله التنين. مين الشاعر الأموي بعدين نستنى. اللي اشتهر بالغزل العفيف؟ هو انت مش هينفع تشعبولي الاسئله بعد كده يعني عشان نيجي تاني ولا أنا؟ ما ايه انت عايز ناس مثقفين قوي في ايه يعني؟ شوف مثلا انا هزر شويه مش كده. مين اللي شعبولي الكلام كده مين ايه قولة الناس السؤال مثلا اللي غنى اغنيه انا ولعبت يا زهر، مثلا. هيرد عليك ويقول لك رضا البحراوي. ما اهو ده كلام الناس اللي عليش يا ابني. اجابه غلط. او بيبو رايح رد عليك يقول لك اسمه عباس. ما هو مش رضا البحراوي. احمد شيبه، صح كده؟ طب وبيبو يجاوب صح وانت هتعمل ايه في الحلقة؟ يا باشا انا وبيبو واحد، انا عادي يا صاحبي. طب انا ينفع لما يبقى في حلقه شعبولي كده تبقى تقول لي؟ انا هو الكلام ده للناس المثقفين. حاضر. انا حاسس ان هو مش غلط يعني، ما احنا خلي بالك برضه قاعدين ما انا قلت الناس المثقفين ما شاورتش عليه. قلنا مين اللي هيجاوب؟ بيبو طبعا. مين الشاعر الأموي اللي اشتهر بالغزل العفيف؟ انت مستنيني اجاوب بجد؟ الفرزدق يعني. العب. ايوه ده انت عرفت لي اسامي. انا لازم أعرف. ما لازم نلعب. لازم. اللي بعده انا اللي بعده بقى تنين ماشي. جاوب. عمرو بن كلثوم. يا دي عمرو بن زفت. يا ابو سليمان المعركه. بقى غيبة حظه خلاص. يا ابني هو الاتنين مش علاء احمد، ده واحد اسمه ابو سليمان حاجه وده ابو اصل علاء. هو يا عنتر يا قيس. اجابتك بقى مين؟ يبقى واحد فيهم. تسمع مني؟ قول. القيس. يبقى عنتر. اجابتك عنتر بن شداد. اه الاجابه الصحيحه يا ريتك كنت سمعت كلام التنين. دول كويس. ما تهزرش ده شاعري. لا كل السلام لشمتش قيس ابن الملوح. شفت بقى؟ هناك فرق سيد الحكم. مديت لك ايدي وانت
اخر سؤالين في الحلقه، يا رب استر. اخر سؤالين في الحلقه. حد عايز يستخدم كارت؟ الجاي انا هستخدم ده. بيقول ايه ده؟ ده يا صاحبي الكارت ده اسمه ايه؟ ده العين يا صاحبي، العين. يعني اختيارات صح وغلط. ماشي. الكارت ده بيخلي الشعب ياخد اختيارات الإجابة للسؤال. ثواني يا ابني، امسح على الحتة دي. اسحب منه ريد بص. الكارت ده بيخلي الشعب ياخد اختيارات الإجابة للسؤال ومحدش يقدر يجاوب على غيره. ماشي حاضر يعني انت عم. هتسأل وهو بس اللي هيجاوب. ماشي. وانت بقى ازيك عامل ايه؟ في اي سنه كسبتش؟ ما كسبتش ليها كتير يعني. ما كسبتش ليها كتير. ما كسبتش ليها كتير يا أصلاً. زواني اسود قوي من جوه. والله ما والله كتير. في اي سنه وقعت معركه عين جالوت؟ الاختيارات: سنه 1260، سنه 1270، سنه 1280. انا ليه اعتراض اصلا على الاختيارات؟ 70 1280. انت هات السنه وحط سنه قبليها وسنه بعديها. انت قلت يا مؤمن يعني هو طب انت تعرف طيب الاختيارات دي؟ انا لو اديت فرق 100 سنه بين كل اجابه هتبقى محيره برضه. برضه ماشي. انا اختار الاجابه اللي في النص. انا مش فاكرهم. 1900 انا أقول قلت غلط. 1000 حاجه و60، 1000 حاجه و70، 1000 حاجه و80 و60 و70 و80. اجابتك كانت منين؟ 1200 وكام؟ خير الامور وسط. انا بمنت لك ايدي زي ما انت مددت ايدك بالظبط. هو بقى تخلف استاذ مجدي عشان ايه؟ 1260. يا جدع انت ده الوسط. انت لو جبنا طول 1280. فاضل 70 بقى منطقه نقولها برضه واحنا للاسف يا تنين، للاسف خدت الاجابه الاولى خلاص. والاجابه صح. الاجابه صحيحه 260 يا عم. لا يا عم حرام يا عم كده. التنين 12. يظهر طلع كل اللي جواك. انا هستخدم كارت موزه. استخدم يا باشا. الموزة ده بيخرب الدنيا، ما انا بقول لك. لا عليك، خليني انا في الاخر. خليني انا في الاخر. انا كده كام يا استاذ مؤمن بقى؟ ممكن اسمع؟ انت كده 12 وبيبو 9 وعم مجدي 4. املي الوحيد. الكارت الاخير ده بقى بيقول ايه؟ يقول ايه بقى؟ كارت اسمه ايه؟ خلي صاحبه ياخد اسمه ايه؟ موزه ماشي. اجمالي النقط اللي مع اللاعبين الاخرين بدون ما ينقصوا هم. ده في حالة إنه جاوب على السؤال صح. ربك كريم. يعني مثلا لو هو 9 وهو 10 يبقى أنا 19. وغير نقاطك جاب الأربعة. السؤال ده انت اللي شاركت بيه الفلل. يا نهار السؤال في إيه بقى؟ السؤال طب ريال. علوم. علوم. يبقى ابدأ بيا. ابدا بيك وبعد كده مين؟ بعد كده الراجل المحترم ده. جنين. اوه. السؤال بيقول: ما هي اكبر عظمه في جسم الانسان؟ طب سنة رابعة ابتدائي دي. عظمة لا دي طلعت غلط. كان في عظمة تانية الفخذ، خلي بالك. أنا فاكرها في سنة رابعة. الفخذ ويلا هات مجموع نقاطهم ويلا بينا نلم بقى العدد الحلو. يا عم مسألة قوي يا عم. يا عم ما السعد يا عم ده واضحه. وانا ابص بجد وحراتها. ايوه بس ويفعلها عم مجدي. انا طلعت الاخير. انا قلت لك من اول الحلقه راجع الفيديو، قلت انت قصه من الحركه. انت فرحتني. أبو تريكة زجاج صغيرة. أنا عدي دروس علوم من بكرة. كده النتيجة عم مجدي 25، بيبو 9، التنين 12. ده مفيش مستوى. والله. ايه ده؟ اسود. امال لو عملنا حاجات شعبولي هنعمل ايه؟ يا نهار اسود. ما تبقاش بقى كده بقى. والله انا يعني انا الصراحة مش عارف اسمع. انا ما كسبتش ليا فترة كبيرة أوي. ده بقى شايف القعده دي تبين لك ده على ايه، عشان لما يروح هناك ما في ده خلاص طلع اسود قوي. ايه ده؟ يظهروا. انت عارف مجدي في نهاية الحلقة احنا متعودين على حاجة، بما ان الشخص فاز بالحلقة معنى كده ان هو راجل مثقف وعنده معلومات. الله يكتب. فاحنا بندي نصيحة للشباب او للناس او لاي حد في العموم. انا اقول يعني النصيحه. فانت مثلا موضوع مضايقك عايز تتكلم فيه، ما تسمعوش البرنامج لسه كده هو هخلي ودل. ما تبقاش شبه الواد ده اسود من جوه. خليك ساري.
ولا اكسلك عشان ربنا يكرمك. دي نصيحة 26 يا صاحبي. صح كده على الواد ده ما اشتغلش سيلز. ده ما يشتغلش. ليه يا باشا؟